هيحصل لك ايه لو بقيت طور المسك؟ يوم واحد اول ما مامتك تولدك هتيجي لقد الفشفوشه ونسميك فسفس، لانك بتنزل بوزن 10 كيلو، وبعد اقل من ساعه تحاول تقف عشان ترضع يجي 4 لتر لبن في اليوم، وتبقى بتحب اللعب موت وبتعشق النطح. ما انت طور بقى. وبعد 5 شهور ماما بتفطمك وبتبدا تاكل طحالب واعشاب وزهور، ده لو لقيتهم يعني، وتبدا تكتشف قوتك الجباره. انت بتقدر تتحمل درجه حراره في العادي 40 تحت الصفر، ولو البرد زاد اكتر عليك هتصرخ وتقول ماما انا شعان. ساعتها كل العيله هتتلم حواليك ويعملوا لك دايره وانت تبقى جواها عشان يمنعوا عنك الهواء الساقع والبرد. ده غير كمان انك بتقدر تجري بسرعه 60 كيلومتر في الساعه. وكمان دماغك اللي شبه القلقاسه دي سماكه العظم فيها بيوصل 10 سم، يعني النطحه الواحده ممكن توصل 20 طن. ايه راسك دي ولا مفاعل نووي؟ واخيرا كبرت وبقيت طور فسفوسي قد الدنيا وعاوز تتجوز الطوره اللي شبهك، ولكن استنى، في كام طور تاني برضه هيموتوا عليها، فتدخل معركه نطح الروس. ارجع يا باشا ارجع. وعشان انت رجوله هتكسب العركه، ولكن استنى، في كائن اسمه الانسان بيهدد حياتك بالانقراض، لانه ببساطه بيصطادك بشكل غير قانوني وباعداد ضخمه.